هاي صار لها كم سنة؟ هاي صار لنا 2000. 2000؟ واه يا بنتي، شو ما سويتي عملية؟ تقريبا هذا 20 سنة مو؟ صار لي ماكو دكتور انه يقول لي لا تطخينها، كل دكتور لا شلون بنتي، هاي تكبر وبعدين حتى يمكن تتغير بعد 15 سنة، تتغير إلى غير شكل. بعد الزواج اكتشفت أنه زوجتي عندها ورم. بديت أبحث أنه على الأطباء وعلى الدكاترة منطقتي وغير مناطق، فاتجهت على بعض الدكاترة، قال لي هاي الورم لا تلعب بي أو تسوي له شيء، يبقى هو بدون تلاعب بي. We have the both thyroid lobes very enlarged, especially in the right side. It's about 110 millimeters, about 10 cm in diameter. And it's pushing the trachea, pushing the vessels. We're looking at the jugular vein. Everything is being compressed to one side. And also in the upper, in the more higher slices, we see the parotid lesion also. There's a right side parotid lesion. بديت أبحث عن أطباء، أسأل يعني الناس اللي تروح على الأطباء اللي متخصصة بالأورام، سليمانية، أربيل، موصل، كركوك، إلا آخر شيء ذكروا لي جماعة من منطقتي أنه أكو دكتور بسليمانية، دكتور عبد الواحد محمد صالح، متمكن متمرس من المهنة مات. فأجيت قبل 4 أيام 5 أيام، جيت مباشرة يعني. نسوي ليش العملية؟ عمليتين. عملية الغدة اللعابية بها عقدة كبيرة، هاي صار لها كم سنة؟ هاي صار لنا 2000. 2000؟ واه يا بنتي، شو ما سويتي عملية؟ تقريبا هذا 20 سنة مو؟ صار لي ماكو دكتور انه يقول لي لا تطخينها، كل دكتور لا شلون بنتي، هاي تكبر وبعدين حتى يمكن تتغير بعد 15 سنة، تتغير إلى غير شكل. وحتى الغدة السامة هذا إن شاء الله، الغدة الدرقية هذا نشيله بإذن الله تعالى. سويت التحاليل، طلب من تحاليل وزرع، والحمد لله اجينا اليوم الساعة 4 تقريبا وصلنا، سوينا همنا بعض المفراس، تحاليل الدم، تحضرنا تهيأنا للعملية إن شاء الله. باكر إن شاء الله خلال سنة الساعة 5 نسوي العملية بعون الله. هذا نشيله بإذن الله تعالى، وكل شيء معه بسيط إن شاء الله، بس نحتاج وقت داخل العملية. شلون الغدة اللعابية زينة؟ هاي هم شيلناها الحمد لله. قبل نضيع عينك الحمد لله. سوي شي الحمد لله ما شاء الله. عمليتين ناجحة الحمد لله الحمد لله.